هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مستمعي ومستمعات صوت المنتدى، طيب الله أوقاتكم. أحييكم أنا صلاح محمد زين وزملائي في ساعة هذا المساء السبت 16 من أغسطس، والذي نستهله بنشرة للأخبار، ثم تستمعون إلى تقرير حول فعاليات مهرجان إريتريا الذي أقيم بمدينة فرانكفورت خلال الأسبوع الماضي، ومن إعداد وتقديم الزميل يوسف بوليسي. ثم تقرأ عليكم الزميلة آمال علي مقالا تحت عنوان من دفتر أحوال أسمر والخرطوم. يلي ذلك إعادة لتعليق صوت المنتدى حول جرائم عصابة إسياس في حق الأطفال والنشء. تتخلل الساعة منوعات من الشعر والألحان. نرجو لكم وقتا ومتابعة طيبة. يا شعبنا المغوار يا زحفنا الجبار، الويل للغدار من غدة الثوار. يا شعبنا المغوار يا زحفنا الجبار، يا شعبنا المغوار يا زحفنا الجبار، الويل للغدار من غدة الثوار. والإصرار والمدفع الهداك، بالنار والإصرار والمدفع الهداك، سنحطم الأشرار ونغني للأحرار. بالنار والإصرار بالنار والإصرار المجد للإنسان يا عاشق الأوطان، بالعزم والإيمان سنقاوم الطغيان. المجد للإنسان يا عاشق الأوطان، بالعزم والإيمان سنقاوم الطغيان. سنقاوم الطغيان والسجن والسجان ونغني للأحرار. بالبذل والطاقات سنحقق الغايات، بالبذل والطاقات سنحقق الغايات. لإريتريا الحرة والمجد والثورة، لإريتريا الحرة والمجد والثورة، لإريتريا الحرة والمجد والثورة، لإريتريا الحرة والمجد والثورة. وغدا تعود الدار وتغرد الأطيار ونغني للأحرار. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين.
توزيع منشورات مناهضة للنظام في أسمرة تقابل باعتقالات المئات من الناشطين. الدنمارك وتزايد عدد طالبي اللجوء من إريتريا. الأخبار بالتفصيل. قام شباب التغيير بالداخل في منتصف نهار يوم الأربعاء الماضي 13 من هذا الشهر بتوزيع منشورات مناهضة للنظام ومطالبة بإسقاطه، وذلك في منطقتين بوسط العاصمة أسمرة تشهدان زحاما مستمرا، وهما عداق درهو أي سوق الدواجن، وحي عداق حموس بالقرب من موقف مواصلات السفريات المتجهة من وإلى أقاليم البلاد. وحسب مصادرنا بالداخل فقد شوهد رجال الشرطة والأمن وهم يلتقطون المنشورات من الأرض ويقومون بمحاصرة المنطقتين من كل الجهات وإيقاف كل من اشتبهوا به. وعقب ذلك دخلت إلى العاصمة أسمرة في منتصف ليل الخميس وحدات من القوات العسكرية المرابطة بضواحيها، وقامت بإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى الأحياء السكنية ومحاصرتها، ومن ثم شرعت في التفتيش والاعتقالات. وحسب المصادر فإن هذه الحملة مستمرة وتجري تحت إشراف ما يسمى بجهاز الأمن الوطني، وقد وصل عدد الذين تم اعتقالهم حتى الآن إلى حوالي 450 مواطنا. وفي سياق ذي صلة أكدت مصادرنا من داخل الوطن أن النظام وفي سبيل تدعيم قبضته الأمنية وخوفا من ناشطي التغيير ومناهضي الدكتاتورية قام بتجنيد ما يقارب 120 صبيا من ملتزمي الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا، وبشكل خاص من وحدة النواة التي تعرف بحمرة أهادو، وطالبهم بتبليغ مسؤوليهم في حالة اشتباههم بأي شيء غير اعتيادي، وذلك قبيل انطلاق فعاليات مهرجان إكسبو السنوي. ومن ناحية أخرى يعاني سكان العاصمة أسمرة من طول فترة انتظارهم للمواصلات العامة، وإن وجدت على قلتها فإن المركبات تشهد اكتظاظا وزحاما لا مثيل لهما، كما تشهد تعرفة سيارات الأجرة ارتفاعا جنونيا، حيث يبدأ عدادها من 150 نقفة ليصل في أوقات الذروة إلى 300 نقفة، مما أدى ذلك إلى تذمر المواطنين الذين يستقلون سيارات الأجرة لأوضاعهم الخاصة أو تفاديا للسرقات والاعتداءات التي أصبحت ظاهرة يومية في المواصلات العامة. صرحت وزيرة العدل الدنماركية كارين هيكروب لوكالة رويترز للأنباء بأن بلادها تريد استجلاء الأسباب الفعلية الكامنة وراء الزيادة الهائلة في عدد طالبي اللجوء من إريتريا. هذا وقد استقبلت الدنمارك في شهر يوليو الماضي ما يصل إلى حوالي 510 من طالبي اللجوء، مقابل نحو 10 لاجئ شهريا في الربع الأول من هذا العام. وكشفت الوزيرة عن نية الدنمارك إرسال بعثة إلى المنطقة المجاورة لإريتريا لتقييم الوضع هناك، وبالتالي لن يتم من حيث المبدأ منح حق اللجوء للإريتريين قبل وصول التقرير حسب قولها. نهاية النشر. ظلمك رايح نسمة بكرة ما بتنساني. هاي هاي يا سجاني، هاي هاي يا سجاني، هاي يا عدن الزنزاني، هاي هاي يا سجاني، هاي يا عدن الزنزاني. عدنك رايح ظلمك رايح نسمة بكرة ما بتنساني. هاي هاي يا سجاني، لولا إن مترتب عين، لولا اشتقت لضيعتنا ما كنت وقفت
اشتقت لضيعتنا ما كنت وقفت بشباك الزنزانة وغنيت لها يم الظالم بيني وبينك لو طولت بيعلى جبيني يم الظالم بيني وبينك لو طولت بيعلى جبينك يم الظالم بيني وبينك لو طولت بيعلى جبينك لولا إني تركت بعيد لولا اشتقت لضيعتنا ما كنت وقفت بشباك الزنزانة وغنيت لها لولا إني تركت بعيد لولا اشتقت لضيعتنا ما كنت وقفت بشباك الزنزانة وغنيت لها يم الظالم بيني وبينك لو طولت بيعلى جبيني يم الظالم بيني وبينك لو طولت بيعلى جبينك 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 صوت المنتدى. فرانكفورت تشهد مهرجانا يبتعد عن الغوغائية ويفتح آفاقا رحبة لفعل معارض قوي وفعال. تعد المهرجانات في العرف الإريتري نافذة حقيقية لتسليط الضوء على أهم ما يعاني منه الوطن وتساهم في إيجاد الحلول التي تتناغم مع متطلبات المرحلة الظرفية، ولذا اعتبرت إبان كفاحنا التحرري الوسيلة الأمثل لتحقيق الحوار والتفاكر وتبادل الخبرات فضلاً عن تلاقح المواهب واكتشاف الإبداعات الجديدة، كما أنها ظلت جسراً للتواصل بين مختلف الفئات العمرية، لذا كانت بمثابة الضوء الساطع لأي عمل وطني وآفاقه المستقبلية. وما من شك أن المهرجانات تتضمن تعزيز الجهود الرامية لتحقيق مجتمع قوي ومترابط يؤمن بجذوره المشتركة ويثق بأن مستقبله واحد، وذلك انطلاقاً من المبادئ الأساسية المتمثلة في الوحدة الوطنية، التاريخ المشترك، والمستقبل الواحد. كما أن الهدف الرئيسي من المهرجانات ينبغي أن يهدف إلى المساهمة في تحقيق مجتمع واعي وملتزم بمبادئ الهوية والوحدة الوطنية والمفاهيم النابعة منها، أي أن الوحدة الوطنية لا تمارس أو تصان إلا من خلال تدعيم مفاهيم المعرفة والإيمان بالجذور المشتركة، استدامة الذاكرة التاريخية وقراءة كل حدث وفق ظرفه الزماني والمكاني، الاستمرارية والبقاء، تزكية وتدعيم مفهوم التضامن والتماسك المجتمعي، وهي عناصر مهمة في تأمين الترابط المصيري بين مكونات المجتمع. وفق هذه الرؤية انعقد مهرجان إريتريا هذا العام بمدينة فرانكفورت في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس الحالي، بمشاركة جماهيرية ملفتة انعكست على مخرجاته الذي تحسس السبل الكفيلة بإخراج العمل المقاوم من النفق المظلم الذي يخيم على أدائه وفاعليته. واحتوت برامج المهرجان على فقرات متنوعة سواء كانت فنية أو ترفيهية، وانطغت عليها البرامج السياسية التي استأثرت باهتمام الحضور الكبير، وذلك لأهمية المواضيع التي احتوتها فضلاً عن آنيتها ومشاركة واضحة من التنظيمات السياسية تمثلت في جبهة التحرير الإريترية، الحركة الفيدرالية الإريترية، الحزب الإسلامي للعدالة والتنمية، الحزب الديمقراطي الإريتري، وحزب النهضة الإريتري.
بالإضافة إلى عدد مقدر من منظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية بارزة على رأسهم الدكتور عند برهان ولد قرقيس ممثلا لمنتدى الحوار الوطني، والأستاذ سليمان حسين رئيس منظمة سدري، والأستاذ عبد الرحمن السيد ممثلا لتنسيقية القوى الديمقراطية. كما شرف المهرجان السيدة أريكا فرينشو ممثلة لحمدة مدينة فرانكفورت، والسيدة سيلفيا كونز ممثلة للحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، والسيد حمدي العزازي رئيس جمعية الجيل الجديد لحقوق الإنسان الذي حضر المهرجان بدعوة رسمية من اللجنة التحضيرية ليقدم شرحا عن حالة اللاجئين الإريتريين في شبه صحراء سيناء بجمهورية مصر العربية. وانحصرت فعاليات المهرجان في اليوم الأول على الشرح الذي قدمه مشاركو إعلان بريتوريا ومخرجاته، عدا الفقرات الفنية والثقافية التي أمها جمهور كبير حضر خصيصا من مختلف الأقطار والقارات. وفي اليوم الثاني افتتحت فعاليات المهرجان بوقوف الحضور دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء، ثم أدى الفنان عنديد عقباي القادم من بريطانيا بأغنية معبرة يخاطب فيها البحر وغدره تذكيرا لضحاياه من الإريتريين والأفارقة في البحرين الأبيض والأحمر. بعد ذلك ألقى السيد تسفى مريم كبرآب رئيس كل من الرابطة الديمقراطية الإريترية واللجنة التحضيرية كلمة ترحيب بالحضور، كما أوضح أهداف المهرجان. من ثم ألغت كل من السيدة إريكا فرينشو ممثلة عمدة مدينة فرانكفورت، والسيدة سيلفيا كونز ممثلة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، ألقتا على التوالي كلمتين ضافيتين أوضحتا فيهما رؤيتهما لمشاكل وقضايا الشعب الإريتري. السيدة فرينشو أبلغت المهرجان تحايا وتهاني عمدة المدينة السيد بيتر فيلدمان ومجلسها التشريعي، وعربت عن حزنها العميق لمأساة لامبتوزا التي راح مئات المهاجرين الإريتريين ضحايا لها، وقالت: هذه مأساة يجب ألا تتكرر. كما قدمت لرئيس التحضيرية المبلغ الذي تبرعت به عمودية المدينة لدعم المهرجان، وأوضحت أن مدينة فرانكفورت هي أول مدينة تشهد صياغة الدستور الألماني، كما أنها الأولى في استقبال واستضافة المهاجرين، وأضافت: إنكم لستم أنتم فقط الذين تتعلمون من تجاربنا، بل نحن أيضا نتعلم منكم الكثير. هذا، وتمنت في ختام خطابها كل النجاح والسرور للمهرجان، وأن تكون الأيام التي يقضيها الضيوف بمدينة سارة وسعيدة. أما السيدة سيلفيا كونز ممثلة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، فشرحت بإيجاز ما كان سائدا في ألمانيا من نوع التعامل مع حركة الهجرة واللجوء، وأن حزبها يسعى دوما إلى أن يكون قبول اللاجئين والمهاجرين إلى ألمانيا بالطرق القانونية والمشروعة. عقب ذلك ألقيت على المهرجان برقية تأييد لمهرجان الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، بينما تناول السيد منجستاب أسمروم رئيس حزب الشعب الديمقراطي الإريتري في كلمته ما تمر به بلادنا من تدهور متسارع الخطى، ثم تناول أوضاع معسكر المعارضة ونشاطات الحزب، وشرح جهود معسكر المعارضة لإسقاط الدكتاتورية وإبدالها بنظام ديمقراطي عادل. ثم توالت بعد ذلك إلغاء كلمات وبرقيات تضامنية من مبعوثي التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. بعد استراحة قصيرة قدم صديق الشعب الإريتري الناشط الحقوقي المصري حمدي الأحمد عثمان العزازي رئيس جمعية الجيل الجديد لحقوق الإنسان شرحا مسهبا لمعاناة ومشاكل الشباب الإريتري والأفريقي المهاجر وما يتعرضون له من الويلات في صحراء سيناء، كما قدم العديد من الوثائق عن تلك المآسي ونضاله من أجل وضع حد لها، وأعلن عن انتهاء عمليات الاتجار بالبشر بشبه جزيرة سيناء بالكامل، وما تبقى من المجرمين الناشطين في هذه التجارة قد اختفوا عن أنظار، وأثنى في معرض حديثه على أهالي وشيوخ سيناء والأجهزة الأمنية المصرية وعلى الجهود المضنية التي قامت بها بغية القضاء على هذه الجريمة. وعلى قاعدة أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فقد تفاعل الحضور مع السيد عزازي وأثنى عليه بالتصفيق الحار وتقديم الهدايا تعبيرا عن احتفائه به وتكريما لجهوده الكبيرة في دعم اللاجئين بشبه جزيرة سيناء. هذا وقد منح السيد منجستاب أسمروم رئيس حزب الشعب الديمقراطي الإريتري السيد العزازي وشاحا يعبر عن مدى تقدير الحزب للخصال والأفعال الكريمة التي اتسم بها العزازي تجاه الشعب الإريتري، ومنح العزازي بدوره السيد منجستاب أسمروم تمثالا يرمز إلى التاريخ المصري. آخر فقرة في برنامج اليوم الثاني كانت مائدة مستديرة
أدارها باقتدار السيد عبد الرحمن السيد، شاركت فيها كل الجهات المدعوة. تلخصت محاورها في الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها لإسقاط النظام الدكتاتوري في إريتريا، تحديات ما قبل وبعد إسقاط النظام، دور وسائل الإعلام في التصدي لكل التحديات، ودور المرأة والشباب، وقد أخذت حيزا معتبرا من النقاش. ففيما يخص الدور المنوط لوسائل الإعلام المعارضة مثلا، شدد الحضور على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي وتوجيه كل الطاقات لمواجهة وتعرية الآلة الإعلامية لنظام السياسي، وتعديل الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، والابتعاد عن الإثارة ونشر المواضيع التي تمس الثوابت الوطنية وتضر بها، وإتاحة الفرص بالتساوي لكل القوى السياسية لطرح آرائها ورؤيتها في هذه الوسائل. وشدد الحضور على حرية وسائل الإعلام في التعبير الحر، ورأوا أن تعددها في حد ذاته بمثابة مكسب للوطن الديمقراطي المنشود، ولكن عليها أن تعمل على تنمية وتطوير آليات محددة لأخلاقيات المهنة دون المساس بمبدأ حرية التعبير. أما بخصوص التحديات التي تواجهها المعارضة سواء قبل أو بعد إسقاط النظام، فقد شدد الحضور على التمسك بمبدأ الوحدة الوطنية، وعدم التفريط في السيادة الوطنية، والخلق آليات معينة للتنسيق في المحاور الإعلامية السياسية والدبلوماسية، والتمهيد من خلال التفاكر والحوار المستمر بين مختلف القوى لإقامة نظام سياسي ديمقراطي سلمي على أنقاض النظام الدكتاتوري. وفي سبيل ذلك ينبغي التحلي بصدق النوايا وتطوير الثقة المتبادلة وتوطيدها. أما فيما يخص المرأة، فقد أكد الحضور على ضرورة احترام مبدأ المساواة واحترام حقوق المرأة، وتحديد رؤية تخرج موضوع المرأة من كونها ضحية إلى صناعة مستقبلها بنفسها. وهكذا انتهت فعاليات المهرجان لهذا العام، على أمل أن يكون اللقيا في ربوع الوطن العزيز. ولك المجد يا شعبي يا قاهر الظلام. أرحى خلو ودبات وراسي مني خزين سقام قلاسي بحر خلو نبعي لحنباسي هزبي الري كله تقالاسي بعاليت هايمانو زسمري حق ندبا قدم زنبري كيحيدو موصبو زقبري كيحيدو موصبو زقبري ساما قال سغيس ساما غري الله خندو نحوى دكيري الله خندو نحوى دكيري شبد بداتي ومد الحق توري بترحكم مسيز بي مسعتري شبد بد شبد بد شبد بد شبد بد مني غزين سقام قلاسي بحر كله نبعي لحنباسي هزبي الري كله تغالاسي كي تمرت بعلو تغريزو شيقنا هزب قصادو رقيزو عفات عبر
دمسسي حسنكي إريترا كأنني داق ما يغسمرا بلبل 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 من يسي تبقس بلبل 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 من يسي تبقس بلبل شر دكي بلي خم والعادي تادي حزب غير ادرا زيدي غزيدي هنقوط على صنت مكيدنا بعقلي دينا يتحملنا لمخاط مالي دينا يتحملنا دينا يتحملنا دينا يتحملنا لمخاط مالي. صوت المنتدى. من دفتر أحوال أسمرة والخرطوم. من المعروف أن علاقات الأمم والدول تبنى على المصالح المشتركة، وتتم حماية هذه المصالح بعدد من الاتفاقيات والمواثيق، وتسندها الوشائج الاجتماعية والثقافية والاحترام المتبادل الذي يمثل صمام الأمان ضد كل الحالات الطارئة وأمزجة الحكام. في العصر الحديث تشكل منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي والمثقفين حاجزاً أمام أي تدهور سياسي عرضي قد يتسبب في إحداث قطيعة تضر بمصالح الشعوب. وهذه المصالح هي دائمة ومستمرة بين الأمم والشعوب والدول، ومتأرجحة بين الحكومات والأحزاب والرؤساء وأجهزة الأمن. والعلاقة بين الشعبين الإريتري والسوداني مؤسسة على ما ذكرناه آنفاً تتميز أكثر من غيرها بعوامل عدة، منها الوجود الإريتري طوال أكثر من نصف قرن في السودان طولاً وعرضاً، واشتراكه في أفراح وأتراح أهل السودان. هذا الوجود الذي لم يتسبب يوماً في زعزعة الأوضاع في السودان، كما لم تحدث أي نزاعات أهلية بين الشعبين رغم طوال البقاء. واعتبرت الثورة الإريترية مثالاً للانضباط رغم انتشار السلاح. وخلافاً لذلك تأسست العلاقة بين الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا سابقاً، الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية لاحقاً، والجبهة القومية الإسلامية سابقاً، وحزب المؤتمر الوطني لاحقاً، على أسس ليس من بينها مصالح الشعبين بل مصالح النظامين، وهي أسس أمنية سرية غامضة ومتأرجحة. لذا فهي علاقات مضطربة ولا يمكن الركون إليها أبداً. أما البدائل الأخرى فلها وجود ويمكن تفعيلها عند الضرورة وفي أي وقت. ملف العلاقات بين الجبهتين شائك ومعقد، وفيه الكثير من الملفات التي تحتاج إلى مساحة وسانحة أخرى لتناولها. ولكن من الملاحظ أن هذه العلاقات تمر بحالة ركود منذ عدة أشهر، وأن الأجواء ملبدة بالغيوم بين أسمرة والخرطوم حسب المتابع للعلاقات بين البلدين. وهنا يمكن رصد تأرجح هذه العلاقة في عدة مظاهر، منها أنه ومنذ آخر زيارة للرئيس أفورقي توقفت أجهزة إعلام الدولتين عن الحديث حول العلاقات بين البلدين وإطلاق يد صحيفة الانتباه والكاتب إسحاق أحمد فضل الله في الهجوم وبشكل يومي على الحكومة الإريترية، وأنها تدبر المكائد في شرق السودان دون أن تتدخل أي جهة لإيقاف الأمر، مما يناقض تماماً ما عهدناه من جهاز الأمن السوداني الذي يوقف دوماً ودون تردد أي كتابات منتقدة للدولة الجارة
والشقيقة إريتريا. كما أن عدم تعامل الأجهزة الأمنية مع الرشيدة بصورة عنيفة يشير إلى أنها تتحاشى الاصطدام بها مباشرة، مما يطرح تساؤلات فيما إذا كانت الأجهزة الأمنية تتفادى التصعيد أم أن لديها معلومات بأن للرشيدة داعمين من الخلف. وفي الوقت ذاته تبدي الخرطوم تبرما مكبوتا وانزعاجا من انتهاكات إسياس أفورقي للتراب السوداني، وذلك بنقل المتسللين المسلحين الإثيوبيين المعارضين إلى العمق الإثيوبي. وتستاء منه أديس أبابا، إلا أنها تتعامل معه في إطار ضيق مع الخرطوم. أما أديس أبابا فإنها ترتبط بعلاقات اقتصادية مع الخرطوم، وتشهد مصالحهما المشتركة تطورا مضطردا على الأرض تعززها اتفاقات تجارية وأمنية وعسكرية، في حين أن أسمرة تسيطر على ضلعي مثلث حمدايت أم حجر والحمرة، كما تسيطر على المسلحين التابعين لقبائل الرشيدة الذي أشرف على تدريبهم العميد المعزول دخل منجوس في معسكر إمباتكلا على بعد 18 كيلومتر غرب مدينة جندع على طريق أسمرة جندع، أو على بعد 42 كيلومتر شرقي أسمرة إذا ما أردنا الدقة. هذه الميليشيات المسلحة والمدربة والتي تمتلك أحدث وسائل الحركة والاتصال تسيطر بالكامل على عمليات تهريب البشر والبضائع بالتعاون مع قيادات حرس الحدود، ولا تتحرك دون علم ومعونة القائمين على أمر الحدود من القيادات العسكرية والأمنية الإريترية. وهنا نتساءل: هل تتحرك هذه الميليشيات الآن كما في السابق؟ فالخرطوم قد ضيقت الخناق على تجارة تهريب البشر بعد أن ثبت تورط قياداتها الأمنية والسياسية بالتعاون مع قيادات وضباط حرس الحدود الإريتري الذين تم اعتقالهم منذ شهر، أم أن أسمرة تريد فك اختناقاتها الاقتصادية؟ الإجابة أن الأمرين يمكن أن يكونا سببا خاصة وأنهما متداخلين. أسمرة تستطيع أن تحرك ما تريد من المعارضين السودانيين متى أرادت، فهي ما تزال تحتفظ بمعسكرات كاملة الجاهزية على امتداد الحدود مع السودان، والخرطوم لا تحرك ساكنا. أسمرة والتي تعاني قلة في الوقود والكهرباء والدقيق وتريدها عنوة من الخرطوم، ما على الخرطوم إلا تحريك أذرعها لمد أسمرة بما تحتاج من السوق الدولية، وإلا حركت أسمرة قوات مبروك مبارك سليم من ميليشيات الرشيدة، كما حدث يوم 4 أغسطس في منطقة الحفائر على طريق بورت سودان كسلا. وقد حاولت الأجهزة الأمنية السودانية التقليل من الحدث وتفسيره بأنه شغب أهلي، إلا أن ذلك يتنافى والأسلحة التي كان يحملها الرشيدة وسيارات الدفع الرباعي التي جالت ما يسمى بالطريق القومي. ذلك الحدث نفسه، ولكن بسيناريو آخر، كان قد حدث في يناير الماضي ولم تتحرك حكومة الخرطوم قيد أنملة. الخرطوم العاجزة عن حماية مواطنيها تدفع الآن ثمن تخبط سياساتها في شرق السودان خاصة وشرق إفريقيا على وجه العموم، كما سيدفع البلد كله ثمن مغامرات من وضع الخطوط العامة لسياسة السودان الخارجية والتي تستنبط استعلاء إثني ضد شعوب القرن الإفريقي. ومن هم على رأس هذا الملف في الخارجية والأمن يتخبطون خالطين بين الاستراتيجي بعيد المدى والتكتيكي اليومي، وبين هذا وذاك تظل أسمرة القشة التي يهابها البعير. ونختم بالقول أن السياسات التي تبنى على استراتيجية حماية الأنظمة مصيرها بائس وضيق الأفق، وعلينا بالتوازي تعزيز العلائق التي تخدم شعوبنا لكي لا ندفع أثمان سياسات لسنا جزءا منها. بقلم الأستاذ جمال عثمان حمد.
كرن كندي حلف زتقبري جزينا مخنغا متالن ويري كوقي حزبي كوقي إيري تترحكم موسي حزبي وحتري دكي دكي بلي إيري دكي بلي نمساك لنا عدي تقبلي حسوم نبرا سدت تلاعينا خدو معاد سقيبناكي إيريناتي ولدو دكي دكي بلي إيري دكي بلي نمساك لنا عدي تقبلي أرحى خلو ودبات وراسي مني غزين سقام فلاسي بحر خلو نبعي لحباسي حزبي الري كله تقلاسي بعليت هيمانوت السمري حق اندبا قدم زنبري كي حيدو مصبوغ زغبري ساما غالسو خيس ساما غري عسب بصح حبتام ودب بحرا هدم سوسي حسن كي إيرترا بعلي داقم يا بسمرا بلبل 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 من سيت بقس بلبل 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 من سيت بقس بلبل شارر هم سامو يا بلي نيل كابل وسعد لي يا كل بل تبكسنا خم حي المعدن ندفع يوم من الله يقبل سامو يا بلي نيل كابل وسعد لي يا كل بل تبكسنا خم حي المعدن ندفع يوم من الله يقبل شبت بدات يوم من الحدي وري بدري حقي موسي زي مسعى تري شبت بدات يوم من الحدي وري بدري حقي موسي زي مسعى تري بل بل من سيد بقاس بل بل هيا تبارع بل بل من سيد بقاس بل بل نحن زهاقر سامو يا بلي نيل كامل فرصة بلي يا كل بل فبكسنا خم حي المعبل ندفع يوم من الله يقبل سامو يا بلي نيل كامل فرصة بلي يا كل بل فبكسنا خم حي المعبل ندفع يوم من الله يقبل شبت بدات يوم من الحدي وري بدري حقي موسي زي مسعى تري شبت بدات يوم من الحدي وري بدري حقي موسي زي مسعى تري بل بل من سيد بقاس بل بل هيا تبارع بل بل من سيد بقاس بل بل نحن زهاقر صوت المنتدى. جرائم عصابة إسياس في حق الأطفال والنشء. إن كان واقع الظلم وانتهاك الحقوق وصمة عار لازمت نظام الطاقية أفورقي طوال سنوات حكمه العجاف، إلا أن إلحاق الظلم والانتهاكات بالأجيال الناشئة يعد من الأفعال المشينة التي تستوجب التصدي لها بقوة ومسؤولية وبلا أدنى تهاون. ويذكر أن إذاعة صوت المنتدى وتماشيا مع خطها المبدئي
كانت قد أطلقت منذ بدايات بثها حملة لوقف التجنيد الجبري للشباب وتسخيرهم للعمل بدون مقابل. الآن وفي ذات الاتجاه الرامي لحفظ الحقوق لمختلف الفئات العمرية تطلق حملة أخرى لرفع الظلم والانتهاك لحقوق الأطفال والقُصّر، ونعني بالأطفال هنا إنسان لم يتجاوز 18 وفق التصنيف المتعارف عليه عالميا. تجاوزات نظام أسمر لحقوق الطفل كثيرة ومتعددة وانتهاكاته سافرة ومخزية، فهي تبدأ من انتهاك حقوق الوالدين أو الأوصياء وتنتهي بالتسبب المباشر وغير المباشر في فقدان الأطفال لحياتهم، وبين الاثنين توجد العديد من الانتهاكات. فلا يستطيع الطفل الأكبر من 5 أعوام أن يسافر خارج البلاد مع أحد أبويه أو كلاهما إلا بعد وضع ضمانات باهظة وكفالات تضمن إرجاعه أو التنازل عن قيمة الضمان، وبذا تقوم الحكومة بفصل الطفل عن والديه على كره منهما. وعند وصول الطفل لسن الدراسة يعاني الأمرين للحصول على مقعد دراسي، وتصادف العملية التعليمية مشكلات عدة مثل شح المعلمين وقلة المواد المدرسية والوسائط التعليمية وضعف المنهج التعليمي وغياب البعد التربوي في مجمل المنهج المتبع في إريتريا، بالإضافة إلى التجاهل التام لضرورة إتاحة مجالات الترفيه والألعاب التي تفتح وتوسع آفاق الأطفال وتحفز الذهن وتحقق التوازن النفسي. فلا يوجد في عموم إريتريا منتزه خاص بالأطفال أو حديقة للحيوان أو مسرح يقدم المواد المعنية بالأطفال. ولغياب الاهتمام والرعاية بالأسرة بحيث تتمكن من القيام بكامل مسؤولياتها داخل المجتمع، أصبحت المدن الكبيرة مرتع للأطفال المتسولين، وتحول التسول إلى مهنة لمن هم في سن الدراسة. كل ذلك والحكومة لا تحرك ساكنا، ليس لعدم القدرة فقط بل لانعدام الرغبة في تقديم أي خدمة للمجتمع. وهي الحكومة التي بسبب حواجزها أغلقت في منتصف التسعينيات دار رعاية الأطفال فاقدي الأبوين في أسمرة بحجة أن نزلاءه الأطفال قاموا باعتصام لتحسين أوضاعهم المعيشية، الشيء الذي اعتبرته حكومة إسياس بذرة تمرد يجب وأدها في المهد. وهكذا أخفقت في حماية حقوق الأطفال ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. أشد حالات انتهاك حقوق الأطفال والنشأ إيلاما تلك التي تمارس في معسكر ساوة بحجة مركزة السنة النهائية للمرحلة الثانوية، ثم التجنيد الإلزامي وما بينهما من مخاطر جمة، وتلك التي تمارس فيما تسمى بإصلاحية قيح كوكن التي لا تمت بأي صلة لإدارة السجون والإصلاح، رغم الادعاءات وواقع الاعتداءات باسم الإصلاح والتعليم للصغار من فاقدي الأبوين وأطفال الشوارع. لكن الواقع أنه سجن يضم المذكورين دون أي رعاية أو إصلاح، ويرحل إليه أيضا الطلاب المخالفين من ثانوية ساوة وصغار السن من المتورطين في محاولات للخروج من البلاد، حيث يتعرضون للضرب والحرمان من الأكل والشرب والنوم وعقوبات أخرى تعذيبية، هذا غير الاعتداءات الجنسية والتحرشات الدائمة من قبل مسؤولي قيح كوكن التي كانت في السابق مدرسة صناعية تقع غرب مدينة نقفة بمسافة 10 كيلومترات تسمى طبرة. تفشت بين النزلاء الصغار أمراض فقر الدم والنزلات المعوية والروماتيزم والأمراض الجلدية والتناسلية وعلل الصدر والعيون وغيرها من الأمراض الوبائية المعدية بسبب عدم مطابقة المحتجز للشروط الصحية ولتكدس مئات الأطفال في مساحة ضيقة جدا، ويفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الخاصة بضمان النظافة الشخصية وصحة البيئة. وهنالك مقبرة خاصة بمعتقل قيح كوكن يرقد فيها زهاء 40 طفل بريء توفوا جراء التعذيب وأجبر زملاؤهم على دفنهم دون الرجوع لذويهم، وغالبا ما سجلوا في قائمة المفقودين. الأمر الذي يدعو للحيرة هو أنه منذ الشهر الماضي رفعت الوحدات العسكرية التي كانت تدير السجن وكانت تتبع لقيادة حرس الحدود تحت إدارة مباشرة من العقيد برخت كرنفوت الذي طلب من مديرية نقفة محمد شكر أن يتولى إدارة السجن في طبرة،
ورفض مدير المديرية تحمل تلك المسؤولية، لكن مؤقتا أرسلت وحدات من الجيش الاحتياطي المحلي لحراسة الإصلاحية أو المعتقل الذي تسرب منه أعداد من النزلاء استطاعوا الاتصال بذويهم. ويبقى الحال كما هو بالنسبة للبقية، مع تملص كامل من المسؤولية القانونية والأخلاقية من قبل الحكومة التي لن تفشل في إيجاد شماعة تعلق عليها سوءاتها. هكذا هو حال قي حقوقا بعد انسحاب جنود الفرقة 61 أو سحبهم عن عمد جراء الصراعات الأخيرة بين قائد هيئة الأركان فيلبوس والجنرال تخلمنجوس القائد السابق لقوات حرس الحدود. أما الأوضاع التي يعيشها طلاب الدفعة 26 من الخدمة الإلزامية والمتواجد منهم ما يقارب 14,000 طالب وطالبة في منطقة أيداب الواقعة شمال فعبت بنحو 10 كيلومترات، وتقوم بحراستهم أيضا وحدات من الفرقة 61 سيئة السمعة، فعدد من هؤلاء الطلاب جرفتهم السيول، وآخرين فتكت بهم الأمراض الوبائية، وبعضهم وصل إلى حالة من الجنون، والبعض فقد القدرة على المشي أو أصيب بارتعاش مجهول السبب، وكلهم يعانون من ضغوط نفسية شديدة وقاتلة، ولا يعرفون المصير الذي ينتظرهم. الدفعة التي تلتهم فقدت 300 طالب فارقوا الحياة بمختلف الأسباب، والدفعة التي لم تبدأ التدريب بعد توفي منها 15 طالبا ومعلمان في حادث حركة فاجع، وهم يساقون إلى معسكر ساوا. وللحديث بقية في هذا الشأن. صبوحنا للإيمان لبسنا وكم خاتم سليمان وقينا نبنو إلى الكرم من جفر كالريال ريمتني ما يلقبه عصر الجفرنا يتعرو يترفعوا قلنا الدنيا ويتكروا الجفرنا يتعرو يترفعوا قلنا الدنيا ويتكروا سنين عالفوادن حتى دي بيتأفروا لما انتم لو قلب وعصر سلل تحروا قدمني بلي نتوالب بنقوبة برياناتنا هلا سيوبة بعد كان بدح زني توبة على أملي ما يحدد أمله والنوم يمرو عقب بوى التوبة إدارينا الجواد خطوة عتاب بلسنا أرض رزق وصقاب عنصفنا فروة حرير بالسكاب كل هدايتنا لا تخباب عمادتنا قل طعم وكباب لاقمنا عصر مرة لح الفت بلهبتنا عبدالنا ليبسد تشدي شمس الفانكو وقرسد قراءة هبت منو وفجد مع رساقي وسك حساس من عبد على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، أول الحب، عشق على حجر،
أمهات يقفن على خيط نار، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهايات أيلول، سيدة تترك 40 بكامل مشمشها. ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات. هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شهيدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل، ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونزرع حيث أقمنا نباتا سريع النمو، وندفن حيث أقمنا قتيلا، وننفخ في النار لون البعيد البعيد، ونرسم فوق الممر صهيلا، ونكتب أسماءنا حجرا حجرا. أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فنحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، إذا ما استطعنا إليها سبيلا. ونرقص بين شهيدين، نرقص
بين شهيدين نرقص بين شهيدين نرقص بين شهيدين ونرقص بين شهيدين ونرقص بين شهيدين ونرقص بين شهيدين صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. توزيع منشورات مناهضة للنظام في أسمرة تقابل باعتقالات المئات من الناشطين. الدنمارك وتزايد عدد طالبي اللجوء من إريتريا. الأخبار بالتفصيل. قام شباب التغيير بالداخل في منتصف نهار يوم الأربعاء الماضي 13 من هذا الشهر بتوزيع منشورات مناهضة للنظام ومطالبة بإسقاطه، وذلك في منطقتين بوسط العاصمة أسمرة تشهدان زحاما مستمرا، وهما عداق درهو أي سوق الدواجن وحي عداق حموس بالقرب من موقف مواصلات السفريات المتجهة من وإلى أقاليم البلاد. وحسب مصادرنا بالداخل فقد شوهد رجال الشرطة والأمن وهم يلتقطون المنشورات من الأرض ويقومون بمحاصرة المنطقتين من كل الجهات وإيقاف كل من اشتبهوا به. وعقب ذلك دخلت إلى العاصمة أسمرة في منتصف ليل الخميس وحدات من القوات العسكرية المرابطة بضواحيها، وقامت بإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى الأحياء السكنية ومحاصرتها، ومن ثم شرعت في التفتيش والاعتقالات. وحسب المصادر فإن هذه الحملة مستمرة وتجري تحت إشراف ما يسمى بجهاز الأمن الوطني، وقد وصل عدد الذين تم اعتقالهم حتى الآن إلى حوالي 450 مواطنا. وفي سياق ذي صلة أكدت مصادرنا من داخل الوطن أن النظام وفي سبيل تدعيم قبضته الأمنية وخوفا من ناشطي التغيير ومناهضي الدكتاتورية قام بتجنيد ما يقارب 120 صبيا من ملتزمي الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا، وبشكل خاص من وحدة النواة التي تعرف بحمرة أهادو، وطالبهم بتبليغ مسؤوليهم في حالة اشتباههم بأي شيء غير اعتيادي، وذلك قبيل انطلاق فعاليات مهرجان إكسبو السنوي. ومن ناحية أخرى يعاني سكان العاصمة أسمرة من طول فترة انتظارهم للمواصلات العامة، وإن وجدت على قلتها فإن المركبات تشهد اكتظاظا وزحاما لا مثيل لهما، كما تشهد تعرفة سيارات الأجرة ارتفاعا جنونيا، حيث يبدأ عدادها من 150 نقفة ليصل في أوقات الذروة إلى 300 نقفة، مما أدى ذلك إلى تذمر المواطنين الذين يستقلون سيارات الأجرة لأوضاعهم الخاصة أو تفاديا للسرقات والاعتداءات التي أصبحت ظاهرة يومية في المواصلات العامة. صرحت وزيرة العدل الدنماركية كارين هيكروب لوكالة رويترز للأنباء بأن بلادها تريد استجلاء الأسباب الفعلية الكامنة وراء الزيادة الهائلة في عدد طالبي اللجوء من إريتريا. هذا وقد استقبلت الدنمارك في شهر يوليو الماضي ما يصل إلى حوالي 510 من طالبي اللجوء مقابل نحو 10 لاجئ شهريا في الربع الأول من هذا العام. وكشفت الوزيرة عن نية الدنمارك إرسال بعثة إلى المنطقة المجاورة لإريتريا لتقييم الوضع هناك، وبالتالي لن يتم من حيث المبدأ منح حق اللجوء للإريتريين قبل وصول التقرير حسب قولها. نهاية النشر. صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة هذا المساء. حتى اللقاء بكم مجددا، دوموا في رعاية الله وحفظه، وتصبحون على وطن حر وآمن.